دیوان النجار موسیقی مداد و خلقای مین استطلاع فرینه هون همو بخیر هاتن پرشنگاه دانستیا یکمی آزانگاه همه ای رجبو من نتنی رجا که پرشندنا پروژه آنه ای رجا کو رمانی لسر کاغذی و دنا بکرده بکرداوه بکارین برهمین بربجاو و چارسری جیانی افپیشنگه نیجان هری مزن آب نشان هری مزنه کو زانگاه همه تنی جهی کو زانگاه همه نتنی جهی فیلمونه لینا بدا افراندن نبون اور رهنیه هر پروژه که کوونه اینو لبر ببینن برهم اکت خباتا کومی و برداویه که مزنه اشی دل پیروزباهی لهمو خدکار و موسیقی کو کدا واردمان خباتا دهیه هونه اینو نشانی هر دل کو سبروج زانستی لهریمه لهریم آمانه دسته اوره اندیه دوباره اسفل حتنا و هوی هدکون و برومن شارزی که مزن بکنه پیشنگاه زانستی ها یکمی را بگوینه ریا و بکریه سرکفتر به هردم طبعا نحن هلا بالمعرض العلمي الاول لجامعه روجافا. طبعا هي المبادره او هي التجربه الجديده علينا، بس البحث العلمي طبعا ما له جديد علينا. طبعا شاركت كليه الزراعه وكليه العلوم والبحوث بهاي المعرض. طبعا اهميه هيك معارض اكيد ما تخفى عن كثير عالم، انه في معلومات رح تستفيدوا منها انت بفكره، اللي قدامك فكره. فمثلا هون عندي انا كليه الزراعه ساهمت بموضوع مثلا اسمده، اظهار لبعض انواع البذور البلديه والبذور اللي بالمنطقه، البذور اللي متاقلمه مع المنطقه، قسم الحشرات الموجوده بالمنطقه. أهمية هيك معارض أكيد كتير مهمة للطالب يعبر عن حاله، يعني نحن أعطينا مجال للطلاب هي تشتغل بإيدها، يعني من جمع البذور لترتيبها لوضعها بالشكل اللي انتم عم تشوفوه، كله هذا كان الطلاب هن المسؤولين عليه. سماد الفيرمي، طبعا مخبر الفيرمي تأسس من 2023 بكلية الزراعة. طبعا كان إضافة كتير جميلة للطلاب لأنه اشتغلوا بإيدهم. طبعا في مواد لها علاقة بالزراعة العضوية، الطلاب كانوا مطلعين بشكل عملي على الأسمدة العضوية، يعني تصنيعها من الألف إلى الياء، حتى طريقة إضافتها باعتبار عندنا بيت بلاستيكي عم نزرع خضرة، فالسماد من تصنيعه لإضافته، حتى النتائج يلي لمسها الطالب على إضافة هالأسمدة كانت واضحة، يعني شاف بعينه. تركنا خطوط مثلا خضرة بسماد وخطوط بلا سماد، فلاحظ الفرق بعينه بإضافة الأسمدة العضوية. ايش كمان تحبوا تعرفوا؟ بالنسبة لسماد الفيرمي، هو سماد من ديدان الفيرمي كومبوست، أو نسميه الريد ويجلر. هي ديدان الحمراء تابعة لديدان الأرض. فترة حياتها ممكن تكون بسيطة، وأحصل على سماد بفترات قصيرة نسبياً. إضافتها رح تكون آمنة جداً للتربة، آمنة جداً للإنسان، آمنة جداً للتنوع البيولوجي بالتربة، ما رح تتأثر فيها. طبعا المنتجات اكيد اللي رح تحصل عليها رح تكون بجوده عاليه وخاليه من الملوثات البيئيه الكيماويه ممكن تاثر على صحه الانسان. طبعا هو البدايه المعرض هو مثل ما قلت لكم التجربه الاولى للجامعه، بس ان شاء الله رح يكون في معرض كل سنه، نتامل انه تكون وجهات كثيره ممكن تشارك، فتكون نغني اكثر المعرض. متى مش ببروجي اليكاريا مروباهيه بك اللي جذب لها انسان كار بك المطعمه وجباتها بطاوله، وقال لك جيات بكار اني المشفياتها الفندقه جبو خدمتها مروباهيه ازو دخن دكار اسمه ميكاترونيك ما بي مشروعي رابونه اليكاريا مع باسل ودكتور سامي اليكاريا ما في بروجي كرنا بروجي مي تخرج ما خصي معرضة روجافا جامعة روجافا قال لك علي مكر بروجي عمده بمستقبل جي امكارن قال لك تعديلات بين البروجي ما بكن يعني مستقبلا اوكروبوتي ما كاري باخذ بروفار يعني قال لك خدمتها مروبا بك هنا برفرحتر جدبلا مروب تجيب جه بقرة